ما عارفاش كيفاش غنبدا لكم قصتي ديال هاد النهار. قصتي صعيبه بزاف، واللي سمعها واللي عاودتها ليه كيتشوكا. انايا دمرات حياتي ودمرات نفسيتي، وحياتي سالات من شحال هادي، والسبب هما والديا وخويا اللي دمر حياتي. غنعاود لكم من الاول شنو وقع ليا. انا كانوا والديا كيمشيو يسافروا عند جداتي اللي كانت في العروبيه. انا ديك الساعه كانت في عمري 6 سنين، وخويا كان كبر مني تقريبا بشي 6 سنين، كانت عنده 12 سنه. والديا كانوا كيوصيو خويا باش يرد لي البال، بحكم انا كنت كما قلت لكم عندي 6 سنين باقا ما عارفاش بزاف د الحوايج. خويا كان كيستغل الفرصه يتعدى عليا، اعتداء جنسي. من صغري وخويا كيتكرفس عليا. انا ديك الساعه ما كنتش عارفه وما عارفاش شنو هو ان خوك يتعدى عليك اعتداء جنسي. كان كيسحب ليا داكشي عادي. كل مره خويا كيشوف والديا ما كاينش كيستغل الفرصه وكيتكرفس عليا، تقريبا لمده اكثر من 6 سنين. فاش وليت كنكبر وليت كنعرف ان داكشي اللي كيدير ليا خويا راه ماشي مزيان. واحد المره والديا كانوا مسافرين، ولكن ضربوا تقريبا غير شي 5 دقائق ولا 10 دقائق ونساو الاب ديالي نسى البسطام ديالو في الدار، واضطروا انهم يرجعوا. هنا خويا فاش ما شافش والديا بغى يعاود نفس العمليه كيديرها ليا كل مره. داري البيت بزز مني، واخا انا حاولت انني نرفض وقلت لي بعد مني، ولكن ما بغاش. هنا بدا غيبغي يمارس معايا. هنا دخلوا با وامي شافونا في هذيك الوضعيه. صافي ديك الساعه ما قاسوه ما هضروا معاه ما حتى شي حاجه. الاب ديالي غوت عليه وخويا خرج هرب، ولكن انا اللي كليت العصا. شدني با وامي بقى كيسلخوا فيا ديال بصح. قالوا لي انت اللي كتبغي هادشي وانت اللي حرتي خوك حتى علمتي هادشي. يعني اللوم كامل لاحوا عليا انايا، واخا انايا ما عندي حتى شي ذنب في هادشي كامل. من هذاك النهار ما شفت النهار البيض. ديما كانوا كيتكرفسوا عليا الوالديه، وخصوصا الاب ديالي كان كيعطيني قتلات العصا. ديما تيزرق ليا لحمي، ديما الجيران تيدخلوا كيفكوني. مع ذلك كنت كنقرا مزيان، وكل عام كنجي انا الاولى. كنت يعني متفوقه في الدراسه ديالي حتى وصلت للباك. فاش وصلت للباك واحد المره الاب ديالي بقى كيضرب فيا وكيسب فيا واحد الكلام خايب، وكيقول لي خرجتي على خوك ودمرتي لي حياته، واخا انا ما درت لخويا حتى شي حاجه. كان كيضربني حتى لحمي كيزرق وكيولي هابط منه الدم. بقى كيضرب فيا داك النهار بلا سبب، وكيسب فيا بالمعيور الخايب. دخلوا غير الجيران كيفكوا فيا لدرجه انه دار لي حبل في عنقي وكان بغى يشنقني. صافي من شو دار لي داك الحاله اضطريت انني هربت لواحد المدينه بعيده بزاف. ما نقولش لكم شحال كنكره الاب ديالي والام ديالي وخويا اللي دمروا لي حياتي. كنكرههم كره شديد، ما كرهتش ربي انتقم منهم في الدنيا قبل الاخره. بغيت نشوف فيهم واحد النهار كيتعذبوا كيف ما عذبوني انايا. خرجت وانا في عمري 18 سنه، مشيت لواحد المدينه اللي ما كنعرف فيها حتى شي واحد. تشردت وتكرفست وتعرضت لبزاف الاعتداءات اللفظي والجسدي والنفسي. ومع ذلك بقيت شاده في راسي. مشيت كنقلب على الكرا وكريت مع واحد البنات اللي كانوا خارجين للطريق، ولكن انا ما بغيتش نخرج لهذاك الطريق. تكرفست بزاف ومشيت كنخدم في القهاوي كنغسل المواعن، كناكل يعني اللقمه حلالا طيبا. ما بغيتش نخرج طريق الحرام. انا عارفه طريق الحرام سهله وتقدري في الليله تصوري بزاف الفلوس، ولكن هذاك الطريق خايبه بزاف وما بغيتش ندمر حياتي اكثر من ما هي يعني مدمره. تعرفت على واحد الولد وبغيته بزاف وحبيته من قلبي. كنت كنشوف فيه انه غين السنغال المعاناه اللي دازوا عليا في الصغر وحتى ملي كبرت وكاع المأساة اللي دوزت. فعلا هاد السيد بيلي واحد الحياة زوينة بزاف، ورجع فيا كما كنقولوا امل الحياة وكيفاش نعيش، ورجع انني نطمع في الحياة انني ندير وليدات وننسى الماضي ونعيش الحاضر. فعلا كل مره كنت كنبغي نقول ليه الصراحه ونقول ليه الحقيقه ديالي وشنو وقع ليا، وكنت متخوفه بزاف. حتى لواحد المره قال لي شوفي انا راه ناوي معك المعقول، غير قولي لي الا كان عندك شي ماضي خايب ولا شي حاجه صارحيني به، يعني باش نتزوجوا وحنايا يعني ما مخبين على بعضياتنا حتى شي حاجه. هذيك الساعه ما قلت لي والو، ولكن فاش رجعت للدار وبقيت كنفكر قلت مع راسي خاصني نصارحو بكل شيء. بقيت كنفكر وانا متردده، مره تنقول ليه غنقول ليه الصراحه، ومره كنقول مع راسي لا ما خاصنيش نقول ليه. حتى وصلت للقرار الاخر انني صارحه بكل شيء ونتزوج به بلا ما بقى ضميري يأنبني. فعلا تلاقيت بيه وهضرت معاه وقلت ليه كل شيء، وشنو عانيت في الصغر وكيفاش تعدى عليا خويا وكيفاش تكرفسوا عليا عائلتي وكيفاش هربت من الدار وكيفاش انا ما عندي لا حنين لا رحيم في الدنيا. بقى كيشوف فيا ومن بعد ناض وخلاني جالسه غير بوحدي.
قلت ربما خاصو يستوعب هاد الأمر وكيفاش قلت ليه الصراحة ديالي وكيفاش يعني خاصو يتقبّل هاد الشي اللي قلت ليه. من بعد السيد فاش مشى بلوكاني من كلشي، من المواقع التواصل الاجتماعي كاملين، من النمرة ديالو، من كلشي. وفاش كنعيط ليه كنبغي نهضر معاه ما كيجاوبنيش. صافي عرفت أنني خسرت هاد السيد هادي اللي كنت كنبغي، واللي كان أملي الوحيد في الحياة باش نعيش حياتي عادي وندير حتى أنا وليداتي ونعيش بحالي بحال الناس. أن الأمل الوحيد صافي مشى وخلاني، صافي حياتي تكفّسات دمرت واكتئبت، ولات كتبان ليا الحياة كلها كحلة. بعض المرات كنفكر أنني نصفي راسي ونتهنى من الدنيا كاملة اللي عانيت فيها، عمري ما شفت فيها شي نهار بيض وشي نهار زوين. وبعض المرات كنقول نحتسب أمر الله ونصبر وربي غيجازيني. إوا السيد من بعد ما داز تقريبا شي 3 شهور ولا 4 شهور ما كيهضرش معايا، سقت الخبار بلي تزوج مع صاحبتي اللي كنت كنخدم أنا وياه في نفس الخدمة في واحد القهوة. حتى هي نفس تقريبا الظروف ديالي، نفس المعاناة ديالي، نفس غير هي ما تعرضاش للاعتداء فاش كانت صغيرة، يعني عائلتها تا هما جراو عليها وكانت هي مبلية وداك الشي وتزوج بها مع ذلك. عرفت بأن أنني ما عنديش الزهر في هاد الحياة، وعرفت أن داك السيد ما كانش كيبغيني، كان غير كيتفلى عليا. وتزدت أزمات حياتي. كنتمنى أي واحد سمع قصتي يدعي معايا بالفرج ويدعي معايا ربي يسهل عليا، ويدعي معايا ربي يعطيني الصبر ونكمل حياتي بلا ما ندير شي حاجة خايبة في راسي. هذه هي قصتي وبغيت أي واحد يسمعها ياخذ منها العبرة. شكرا لكم مسبقا وخليتكم على خير.